السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم متابعينا الكرام في كل مكان من قناتكم المفضلة ريو سبورت، ومعكم أحمد العربي. قبل ما نبدأ إن شاء الله ما تنساش تشترك في القناة وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. النهاردة الحمد لله فزنا 4-2 رغم أفجر تحكيم. انا ما شفتش كابتن احمد الغندور حكم مباراه النادي الاهلي اللي يبقى فيه كارثه واثنين وثلاثه، كارثه واثنين وثلاثه. ليه؟ ما اعرفش. يعني هدف وسام اوفسايد ازاي؟ هو اوفسايد ازاي؟ اوفسايد ازاي؟ الحاله دي ما فيهاش اوفسايد، لان اللي لاعب بتاع المصري هو اللي شايط الكوره، لا منعه ولا تدخل معاه. بقت اوفسايد ازاي؟ انتوا عايزين تدوا الدوري للبيراميدز ادوه، معلش. انت عايز تدي الدوري للبيراميدز اديه، بس ما ينفعش بالطريقه دي. ما ينفعش كل مباراه. النهارده النادي الاهلي يعمل سكور، مباراه عالميه فعلا. من الفريقين؟ مباراه عالميه من الفريقين. 2 من مصر النهارده يستحقوا طرد في التداخل في قصبة الرجل. الاثنين يستحقوا طرد، وطرد مباشر. وكورتين اللي انت يعني هدفين اللي انت بتقعد 5 دقائق تراجعه. هدفين بتقعد 5 دقائق تراجعه لما هي فيها تسلل. حامل الرايه ما رفعش ليه؟ هو كده مش هينفع. النظام اللي احنا ماشيين بيه وظلم تحكيمي للنادي الاهلي مش هينفع. انت النهارده هدفين المصري، هدفين صحاح محدش يقدر يتكلم فيهم، مفهومش شبهه. انا بتكلم النهارده النادي الاهلي اتاخر بهدف في الدقيقه 6. النادي الاهلي بدا ضغط، اداء، روح. مباراه عالميه من الفريقين. اللي بوظها الحكم. طبعا الناس هتقول لي طب ما في ضربه جزاء حسبها ماشي، وحسبها ان هو قريب منها. والله لو بعيد عنها وفي ذره شك مش هيحسبها. هو ده الكابتن احمد الغندور. والناس ترجع تقول ساندوا التحكيم المصري. نسانده ازاي؟ ما احنا عايزين نساند التحكيم المصري. انا واحد من ضمن الناس بساند الحكام المصري. بس انت انزل احكم، ادي العداله التحكيميه. انت في ماتشات الزمالك بتعمل كوارث. مش هي دي؟ ده شبيهه لكره الزمالك بتاعت محمد عادل، ويخرب بيتك يا ميدو دي راجعه من الارض. انما دي اللي مرجعها بتاع المصري. انت النهارده نازل من اول دقيقه مش عارف تعطل النادي الاهلي ازاي. شفنا ده نادي عالمي. المفروض المؤسسه الحكومه والدوله ووزاره الشباب والرياضه يساندوه. انت النهارده شوف مين زار النادي الاهلي. شوف مين النهارده زار النادي الاهلي. وزير المعني بالشؤون الرياضيه الامريكي زار النادي الاهلي النهارده، طلع بيتكلم كلام مفيش بعده تاني. وهيدعم النادي الاهلي في كاس العالم. والنادي الاهلي اول مباراه الافتتاحيه لعبها قدام انتر ميامي اللي هو الفريق الامريكي. من تسهيلات، من دعايه،
النهارده انتوا يعني النهارده التحكيم المصري عايز ايه؟ ما انا نفسي افهم. انا النهارده مش هتكلم في فنيات، مش هتكلم، انا هتكلم على التحكيم. بجد والله هتكلم على التحكيم. ايه ده؟ مش هينفع. انت النهارده لو خسرت خلاص انت بعدت. لو خسرت انت بعدت. يا بلاش الغي الدوري، قول الدوري كل سنه هنقسمه بقى. سنه ياخدوا البيراميدز، سنه ياخدوا الزمالك، سنه ياخدوا بيراميدز، سنه ياخدوا الزمالك. زي ما الاعلام الزمالك، الاعلام الزملكاوي كله اللي كلكم عارفين اسمه ايه. هي الرياضه ايه؟ غير احنا ناخد الزمالك ياخد الدوري السنه الجايه السنه دي والاهلي يخسر الدوري، والسنه الجايه الزمالك يخسر الدوري يكسب الدوري والاهلي يخسر الدوري، والسنه اللي بعدها الزمالك يكسب والاهلي يخسر. يعني احنا لا ملاحقين على اعلام ولا ملاحقين على حكام. يعني برضو الحدث اللي اتقال من الكابتن هاني سعيد، انت لاعب كوره وكنت من افضل الدفاعات انت والكابتن وائل جمعه في منتخب مصر في الجيل الذهبي، في الجيل الذهبي. يعني انت فاهم كوره. لما تطلع النهارده او امبارح تتكلم وتقول لك وتقول البيراميدز اول فريق مصري لو كسب الدوري ابطال افريقيا والكاس والدوري، اول فريق مصري حققه، والاعلامي ساكت ما بيردش عليه. طب لما انت مش عارف طالع ليه؟ انت كاعلامي برنامجك كليك اعداد، المفروض يصححوا لك المعلومه. النادي الاهلي حققها 3 مرات، 3 مرات في التسعينات، مره في 2006 مره خدنا الدوري وخدنا الكاس من الزمالك 3، فزنا خدنا الدوري وبفرق كبير، وفزنا على الزمالك في كاس مصر النتيجه كانت 3-0، وخدت دوري ابطال افريقيا من الصفاقسي من تونس بهدف ابو تريكه الشهير. ادي الثلاثيه يا كابتن هاني. واقربهم موسم 22 23 النادي الاهلي خد الدوري قبل النهايه حوالي 5 أسابيع. النادي الاهلي فاز في كاس مصر على الزمالك في السعوديه 2-0، امام ومجدي قفشه. الاهلي فاز في كازابلانكا في المغرب على الوداد، اتعادل 1-1 بالكورنر بتاع علي معلول وهدف محمد عبد المنعم. وطالع يقول لي التلاتة ما حدش خدهم قبل كده. ووصلنا لفين في التحكيم وفي الاعلام؟ حد يطلع يوضح. انت راجل اعلامي معد، معاك معد، معاك فريق اعداد، معاك فريق عمل. لا داخلين في الهوية. احنا داخلين في الهوية. احنا داخلين في الهوية. برضو قبل ما اختم احب اشكر نادي البنك الاهلي على الروح الكويسة والروح الطيبة. هو عرض أسامة فيصل المهاجم بتاعه على النادي الاهلي مجانا في كاس العالم. شعور طيب، شعور كويس، ونتمنى ان كل الفرق تبقى بالطريقه دي، يسودها روح الحب والموده. لعبه كره القدم دي رساله. لعبه كره القدم يا جدعان دي رساله. احنا بنقعد عشان نستمتع. الاعلام رساله، كل مهنه ليها رساله. انت بتصدرها ازاي؟ انت بتوصلها ازاي؟ انت النهارده لما بتخفي حقائق مؤكده، في اطفال قاعده، اطفال، انت كده بتبني جيل عايز يبني نفسه على الخداع، على الغش. بس ان انت عايز تعيش جيل كامل في مؤامرات. جيل كامل عايز تعيشه في مؤامرات. للمره الثانيه قبل ما اختم، النادي الاسماعيلي بعد الهزيمه من انبي كده خلاص بيتصارع على الهبوط. النادي الاسماعيلي
من النوادي اللي انا بعشقها، بغض النظر انا بختلف مع النادي الاسماعيلي او انا كاره ادارات النادي الاسماعيلي. انا كاحمد زعلان قوي على الاسماعيلي ان هو هيهبط. نفسي والله ما هبقى زعلان، يعني انا كولا جمهور النادي الاهلي كله هيبقى زعلان ان لو كده كده هو بتسند ب 90% هابط. لو هبط نادي الاسماعيلي الدوله تتدخل وتلغي قرار الهبوط. نفس الدوله والحكومه وزاره الشباب والرياضه بنظره عطف او نظره يعني نظره للفريق الكبير، الفريق اللي واخد دوري، واخد كاس، واخد بطوله افريقيا بمسماها القديم. نفسي الدوله ووزاره الشباب والرياضه تبص له، نادي عليه مديونات، ايقاف قيد، تساعده زي ما هي بتساعد الفريق الاخر، زي ما هي بتجدول ديون الفريق الاخر اللي كلكم عارفينه. نفسي الدوله تعمل كده بجد والله، ان نفسي الدوله تعمل كده. انا اول واحد هبقى فرحان لو الاسماعيلي هبط ولغوا قرار الهبوط. نادي الاسماعيلي برازيل مصر. النادي الاسماعيلي طلع اجيال. هو فساد مجالس اداره اللي بيحصل ده، فساد لمجالس الاداره السابقين بدون ذكر اسماء وبدون خوض في حد، زي نادي الزمالك دلوقتي بالظبط. بس الاعلام بيصدر غير كده. يعني احنا لو قعدنا حسبنا الاعلاميين الاهلاويه في كل البرامج هنلاقيهم 2 3 وشباب كيوت كده ويتكسفوا بس. الا يمكن حاليا في الوقت الحالي كابتن سيد عبد الحفيظ والاستاذ ابراهيم المنيسي، هما بس اللي بيطلعوا مع الكابتن ابراهيم فايق وبيردوا. غير كده على استحياء بقى. اخبارنا الرياضيه انتهت. ما تنساش تفعل زر الجرس وتعمل اشتراك في القناه عشان يوصلك كل جديد. وغدا ان شاء الله بعد مباراه بيراميدز لنا لقاء باذن الله باخبار جديده. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.